يا مساء الفل على عيونكم. النهارده هنعمل قراقيش علشان نسقسق كده بالشاي بلبن. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. انا جبت كيلو دقيق، نزلت عليه بمعلقه سكر ومعلقه كمان سمسم ومعلقه ينسون ومعلقه كمون حصى. تمام كده. هنقلب المكونات ديت. هننزل بالكيس خميره فوريه، وكمان نزلت برشه من الفانيليا وكوبايه زيت وكوبايه سمنه. تمام، سمنه بلدي سمنه عاديه، اللي موجود في البيت ما بنقولش لا. وبعد كده هنبس العجينه قوي. يعني ايه نبس العجينه؟ يعني نخلي العجينه كلها تندمج بالزيت بالسمنه بالمكونات بتاعتها كلها. بصوا لما بستها بقت طريه وناعمه في ايديا. نزلت عليها بكوبايتين لبن رايب. طب ايه اللبن الرايب ده؟ اللبن ده يعني لو اللبن عندكم البلدي قطع، نعمل بيها القراقيش او نعمل بيه القرص. بصوا طريه جميله ازاي وما خدتش وقت في ايدينا. بصوا بقى، انا مسكت، انا هسيبها كده لمده ساعه براحتها خالص. هخلص الغدا وبعد كده اجيلها. بصوا نفشت وبقت حلوه ازاي. الخميره كويسه. حطيت كمان اسفه، حطيت كمان ربع معلقه من البيكنج باودر علشان تكون يعني العلو بتاعها مظبوط. انا دلوقتي جبت قطعت البطاطس ونزلت كده، خلينا بلدي، ونزلت كده بالتدريج كده شلت حوالين العجينة ونزلت قطعتها تبقى يعني مشرشرة شوية. بصوا كمان انا عملتها بالشكل ده اهوت. بيدي شكلها حلو جدا. واحنا بنرصها لازم نسيب ما بين كل واحدة فراغات علشان هي لسه هتنفش تاني. ولما تستوي آه، يعني ما تكونش داخله في بعضيها. انا دلوقتي جبت ربع كيلو من العجوه وحطيت عليها معلقه سمسم ومعلقه من القرفه وكمان معلقه صغيره من السمنه البلدي. تمام كده. انا معلش هو كانت طالعه من التلاجة، هي المفروض ممكن نعملها على النار لكن انا ما عملتهاش. انا استسهلت الموضوع وعملت. بعد كده انا هساوي اللي انا عملته ده وهنزل عليها بالعجوة. وهنظبط الموضوع طبعا، هنظبط الاطراف وبعدين هنقطعها زي ما احنا عايزين، تخينة رفيعة طويلة قصيرة، اللي انتوا عايزينه بالظبط. تمام كده. ممكن نعملها بالسكينة مفيش مشكلة. هي انا قلت القطاعة بطاطس سهلة عليا، لو في مكنة طبعا يبقى احسن، او القطاعة احسن طبعا. بصوا ما خدتش بالظبط حوالي ساعة ونص في عمايلها في تخميرها. بصوا طالعة حلوة ازاي. والف هنا وشفا. اشوفكم على خير. باي باي.